صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون مشترياتي خلال شهر 10 اكتوبر. فخليكم معايا وتابعوا الفيديو، في حاجات حبيتها وفي حاجات محبتهاش. فاول حاجة هبتدي بالشامبو بتاع لوريال الفيف. آه حبيته. انا مش بستخدمه، يعني زي ما انتم شايفين انا لسه جايباه اصلا. بس عجبني فحبيت ان انا ادخله في المشتريات يعني. مطري الشعر قوي، فيه ترطيب عالي جدا، هو بيحتوي على 6 زيوت. فعجبني وانا استخدمته مثلا بقالي يعني 3 مرات كده استخدمته. كان سعره 24 جنيه. الغسول بتاع الوش جبت حاجتين. انا انتوا عارفين انا كنت بستخدم بايوديرما، وبحب من فترة للتانية اغير البايوديرما، فجبت النيتروجينا ده. حلو قوي. بيبقى فيه حبيبات، هو لونه ازرق كده وفيه حبيبات صغيرة. الحبيبات دي سكراب او مقشر يعني للوش. دي كانت تالت واحدة اجيبها. سعره كان 58 جنيه تقريبا. حلو قوي، بينعم البشرة جدا وبينضفها. عجبني، فضلت بستخدمه فترة وبعدين قررت ان انا اغير. جبت الهيمالايا ده، ما عجبنيش الحقيقة. ما حسيتش بأي فرق يعني، مثلا ما عملش ترطيب للبشرة. في حاجات كده تستخدميها تلاقي بشرتك بقت نقية قوي. ده ما عملش حاجة. يعني اللي هو كنت بخلصه عشان يخلص بقى، عشان حرام ارميه يعني. ورجعت تاني للبايوديرما. ده كان معاه ماسك تاني كده، كان ب34 جنيه. انا مجربتش ماسك، استخدمت ده. الحقيقة قفلني من هيمالايا خالص. آه كريم للإيد من كيو في. هو طبي اكتر يعني، فترطيبه حلو جدا، وهو ملوش ريحة، وسعره 43 جنيه. من بايوديرما جبت الكريم ده علشان المسامات. بحاول ان هو انا بشرتي كان بقالها فترة كده تعبانة، فعندي المسامات وسعت زيادة، فده المفروض ان هو بيقفل المسام. بس برضو انا لسه جايباه جديد، جبته يمكن ما كملتش اسبوع يعني، فلسه مش قادرة اكون رأي عنه. هو ب112 جنيه. كنت جايباه من العزبي. من جارني البيبي كريم اللي شكله كده، اللي هو الطويل ده. ده اويل فري، يعني خالي من الزيوت. والدرجة بتاعتي فيه لايت. انا كنت جبت قبل كده العبوة الشكل القديم وما عجبتنيش خالص. وكان بيطلع كده في الاشارب والطرح بتاعتي كلها من هنا، كان اللون بيطلع فيها بشكل وحش قوي. وكان بيسيح كده. ده حلو. ريحته حلوة وتغطيته كويسة، و ثباته حلو بصراحة. عجبني جدا جدا، وشكله طبيعي قوي على الوش. من فلورمار البرايمر بتاعهم ده الحقيقة ما عجبنيش ابدا. كان سعره كمان 75 جنيه، ومش حلو. معرفش، انا بالنسبة لي رأيي الشخصي ان هو مش حلو. المفروض ان هو بيعمل اضاءة يعني للوش، او بيدي لمعة كده للوش. هو بامب كده ولونه ابيض، بس ملوش لون يعني. انتي هو لونه كده بس لما بنفرده ملوش اي لون شفاف هو. ريحته قوية جدا، كحول قوي جدا، وما عجبنيش خالص. وما حسيتش ان هو ولا ثبت ميك اب ولا خلى شكل الميك اب احلى. ما حسيتش يعني كأنه ما حطيتش حاجة، بس ريحته ضايقتني جدا. من فلور مار برضو جبت الباودر اللي هي المائية دي رقمها 3. دي درجتها، ومعاها هنا سبونج كده، وبينفع تستخدم لوحدها كده ناشفة. دي الدرجة بتاعتها. او
تستخدم كباودر مائية، بتبلي السبونج وتستخدميها على وشك. سعرها تقريبا كان 75 برضو او 65 حاجة زي كده. معلش انا الاسعار ممكن تلاقيني مش مظبطة الاسعار اوي. من بورجوا جبت ال3 اقلام دول. انا بحب اقلام الووتر بروف بتاعتهم بصراحة، بتعجبني قوي. ده رقمه 53. ثباته حلو جدا وناعم قوي على العين، بتفرد بسهولة. ده الاسود ده الترا بلاك، سواده قوي. وده على تيركواز رقمه 45. ده درجته انا حاطه منه دلوقتي جوه عيني. من اماندا الاقلام دي سعرها 55 تقريبا. ومعلش اعذروني فعلا في الاسعار، مش عارفه يعني مش مجمعه الاسعار كويس. من اماندا الايلاينر ده بيبقى شكله كده زي الفلوماستر. جبت اخضر وازرق. ده الاخضر سعره 45. ده الازرق. ومن اسنس جبت اللي هما الاقلام اللونج لاستنج دول. جبت واحد فضي واحد على نحاسي كده. الواحد ب30 هو اوتوماتيك. ده الفضي والنحاسي. ومن لونا جبت ليب لاينر واحد رقمه 29. هما نيود الاتنين، واحد على بينك وواحد على بيجات، ناعمين قوي. وبرضو ساعات بستخدمهم لوحدهم يعني. الواحد ب22. ومن بورجوا جبت الماسكارا بتاعة الحواجب دي رقمها 3. عجباني قوي لونها. هو ده افتح لون، في لون اغمق، يعني هما لونين، في اغمق من ده. مشكلة بس الفرشة بتاعتها عايزة تصغر شوية، ما تبقاش كل دي، يعني تبقى نصها مثلا. كفاية قوي على الحواجب، لان بتيجي تحطي بيروح مطلع، يعني بيلطش كده هنا فوق وتحت. وسعرها تقريبا كان 83 حاجة زي كده. من بورجوا برضو ماسكارا للرموش اللي هي التويست اب دي. انا بعد ما اشتريتها لقيت كمان انه في الترا بلاك. دي سعرها 129. سوادها حلو، بتطول وبتكثف، وثباتها حلو جدا. وفيها بقى الحته الابيض دي بتلفي بيها الماسكارا كده، بتدي تموجات كده في الفرشه، بتلف، فبتعمل كيرف كده للرموش، بترفعها، فحبيتها قوي. من اماندا ماسكارا جبت، قلت اجرب الماسكارا الزرق. انا كنت بستخدمها زمان قوي، كانت طلعت موضه ورجعت تاني. ب50 جنيه سعرها. دي فرشتها. بتطول الرموش حلو، لكن الكثافه بصراحه مش قوي، ولونها لطيف قوي، فريش قوي الصبح، حبيتها يعني. اخر حاجه بقى جبتها وعجبتني جدا البريتني دي عباره عن ايه؟ حاجه اسمها مخمريه او مخمليه. عرفتها من هبه من قناه جوري اسيا، فبشكرك يا هبه جدا ان انتي عرفتيني عليها. هي اتكلمت عنها في فيديو خاص بيها. فقلت اما اسال يعني اشوف ايه دي. ففي محل عندي هنا في الرحاب في مول 2 بيبيع بخور وبيبيع كل الحاجات العربي دي، فحبيت اجيبها. هو ده شكلها من جوه، بتكون عامله زي الفازلين شويه بس سائل يعني. ريحتها حلوه جدا. في بقى منها روايح عربي وفي روايح عادي يعني. دي ريحتها برفيوم، مش بخور.
حبيتها قوي، وبتستخدم للشعر، يعني ينفع تحطي حته صغيره منها وتمسحي بيها شعرك او على الجسم بعد الشاور. ريحتها ثابته جدا وحلوه جدا. وبشكرك يا هبه مره كمان ان انتي عرفتيني عليها. وعايزه اقول ان فعلا قناه جوري اسيا ما شاء الله قناه متميزه جدا، وربنا يوفقك يا هبه دايما ومن نجاح لنجاح، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. بس كده، ده كان فيديو النهارده. انا حبيت اكون موجوده معاكم واطمنكم عليا، انا الحمد لله كويسه. بس عندي ظروف عائليه يعني، ومشغوله في حاجات كتير، فمش عارفه اكون موجوده بشكل مستمر او يعني بشكل اسبوعي زي قبل كده، فمعلش سامحوني. وعايزه اقول الاكونت الوحيد اللي هقدر اتواصل معاكم فيه بخصوص الفيسبوك يعني، هو هسيب لكم الرابط بتاعه تحت، هو ده الوحيد اللي هقدر اكون بتواصل معاكم من خلاله. بس كده، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات تانية، وربنا يوفقنا جميعا، ومع السلامة.